يا جماعة الراجل بتاع كيس الحمص اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده فجالي النهارده برضو عايز نص كيس حمص. فانا الصراحة يعني جالي فضول اقول له يعني وطلع نفس الفلوس اللي انتوا انتقدتوني فيها المرة اللي فاتت، تمام؟ فجالي فضول افهم يعني انت ليه بتاخد كيس الحمص؟ تمام. آه قال لي بص هو عنده مرض، انا مش هقوله في الفيديو، تمام؟ فقال لي عندي مرض وكده، فانا محتاج اكل الحمص بس اكل نص كيس. بروح في البيت بوزنه على جرامات وباكله في الايام متقطع، يعني في اليوم متقطع. المهم فانا ايه صعب عليا الصراحه، وحسيت ان انا عملت ذنب كبير، وقلت له حتى الفيديو اللي فات بتاعه جاب 88 الف مشاهده. فانا والله صعبت على نفسي، فانا كلمته قلت له بص انا عملت فيديو وحصل فيه واحد اتنين تلاته والكلام ده، وجاب نسبة مشاهدة كبيرة، ووريته الكومنتات والناس اللي انتقدتني وقلت له حقك عليا وانا اسف. فراح قال لي بص انا مش هخليك تمسح الفيديو وانا مسامحك، وقال لي بس انا عايزك يعني تعمل فيديو تاني وتبرر موقفك للناس وتقول لهم ان يدعوا لي، يعني عايزكم تدعوا لي، تمام؟ و... وهيشوف الكومنتات تاني، هيجي لي بكره ويشوف الكومنتات تاني. فبالله عليكم يعني بالله عليكم انا عايزه يتبسط في الكومنتات والفيديو يوصل، والله ده مش عشان يعلي الريتش ولا علشان يبقى فيه الكلام ده كله، ربنا عالم باللي انا بقوله. حتى الفيديو اللي فات كان موضح ان انا ايه كنت متضايق ومتعصب عشان هو طلب كذا كذا كذا. فبالله عليكم ما يعني بكره كده ان شاء الله الفيديو الكومنتات هوريها له والفيديو هيوصل له، فيديو مهم جدا جدا جدا. يلا وانتوا كمان سامحونا على سوء الظن، ربنا يسامحنا.